طلاب أولى ثانوي أهلا بيكم. دي المحاضرة الثالثة هنبدأ فيها حساب مثلثات. أول درس في حساب مثلثات في الفصل الدراسي الثاني هي المتطابقات المثلثية. وعلشان ناخد المتطابقات المثلثية وناخد كده المنهج بتاع الترم الثاني هنراجع كده على شوية حاجات في الترم الأول أساسية. لو تفتكر في الترم الأول خدنا الدوال المثلثية. طبعا انت خدت الجا والجتا والظا في اعدادي. الجا اللي هي المقابل على الوتر، لازم يكون عندي مثلث قائم. جتا المجاور على الوتر، الظا اللي هي المقابل على المجاور، والكلام ده خدناه في اعدادي وخدناه في الترم الاول. بعد كده خدنا حاجه اسمها مقلوبات الدوال المثلثيه. يعني الجا مقلوبها قطا، فلو انت تفتكر القطا هي واحد على جا، القاء واحد على جتا. الظا مقلوبها زتا اللي هي واحد على ظا او جتا على جا. بعدين خدنا دايره الوحده في الدوال المثلثيه، وخدنا ان الجتا س الجتا سيتا تساوي س، والجا سيتا هي الصاد، وان الزاويه سيتا هي مرسومه في دايره الوحده. ده يعتبر الضلع النهائي، ومحور السنه هو الضلع الابتدائي. وقلنا الظا هي بتساوي صاد على س اللي هي جا على جتا، ودي العلاقه اللي بينهم. وخلي بالك معايا في العلاقه دي المهمه خالص، معادله دايره الوحده اللي هي س تربيع زي الصاد تربيع، وشلنا السين حطينا ما يساويها اللي هي جتا تربيع سيتا، والصاد ما يساويها اللي هي جا تربيع سيتا يساوي واحد. ودي العلاقه الاساسيه، تعتبر الكينج بتاعنا، الزعيم بتاعنا اللي هنطلع منها كل العلاقات بتاعه الدوال المثلثيه والمتطابقات. بعد كده خدنا اشارات الدوال المثلثيه. قلنا الجا والجتا والظا اشارات هي طبعا ده ربع اول اللي هو من 0 ل 90، من 90 ل 180 الربع الثاني، 180 ل 270 الثالث، 270 ل 360 الرابع. احنا قلنا السين تمثل الجتا والصاد تمثل الجا. فالربع الاول السين والصاد موجبتين، الثاني السين سالب والصاد موجب، الثالث سين سالب وصاد سالب، الرابع السين موجب وصاد سالب. طب تعالى نعوض عن السين. السين اللي هي مين؟ الجتا، والصاد اللي هي جا، والظا اللي هي صاد على س. يعني معنى كده كل النسب في الربع الاول موجبه. مين موجب بس؟ الجا والقطا. الربع الثالث الظا ومقلوبها الزتا. الربع الرابع الجتا والقاء اللي هي كل جبار ظالم جاتو. ده هي اللي خدناها وقلنا دي ملحوظه نخلي بالنا بيها. بحفظ اشارات الدوال المثلثيه. بعد كده خدنا الزاويه المنتسبه. والزاويه المنتسبه قسمناها لفكرتين. فكره تعتمد على بنغير الاشاره فقط وليس بنغير العلاقه، اللي هي بتاعت ال 180 وال 360. ساعتها قلنا جا 180 ناقص سيتا تديني جا سيتا، جتا 180 ناقص سيتا تديني سالب جيتا. ساعتها كنا بنحدد اشاره الربع، الجا والجتا والظا هتطلع زي ما هي بس بنحدد. وساعتها لو تفتكر رسمنا الرسمه دي كده، قلنا دي سيتا، دي 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا، 360 ناقص سيتا. 180 وال 360 ما بتعملش تغير في الحروف، بتغير في الاشارات فقط. فلما اقول لك كده مثلا جا 180 ناقص سيتا، قلنا هنا هشطب ال 180 هتطلع جا سيتا. الحاجه اللي هنعملها هنكتب موجب او سالب. 180 ناقص سيتا في الربع الثاني، مين موجب في الربع الثاني؟ الجا، فدي جا هتطلع بموجب. لكن لو جا ظا 180 ناقص سيتا زي ما اتفقنا هنشطب ال 180 هتطلع ظا سيتا. هنكتب يا موجب يا سالب. على اي اساس؟ 180 ناقص سيتا في الربع الثاني، الربع الثاني مين موجب؟ الجا فقط. طب دي ظا يبقى دي هتطلع بالسالب. ودي الجداول اللي احنا عملناها وقلنا عليها. 360 ناقص سيتا على فكره هي سالب سيتا. 360 ناقص سيتا هي سالب سيتا. 360 هتشيلها كانك طرحت دوره، فهتدي لك زاويه مكافئه ليها هي سالب سيتا. بعد كده كل دي مراجعات الترم الاولاني اللي احنا خدناه. الفكره الثانيه طبعا دي الملخص بتاعتهم. جا سالب سيتا تدي لك سالب جا سيتا، جتا سالب سيتا تدي جتا سيتا، ظا سالب سيتا تدي لك سالب ظا سيتا. ساعتها لو تفتكر قلنا الجتا هي اللي تاكل السالب، لكن الجا والظا تطلع سالب. يعني لما اقول لك جا سالب سيتا، السالب تطلع بره تطلع سالب جا سيتا. لكن لو جتا سالب سيتا، الجتا تاكل السالب تطلع جتا سيتا، مش هتطلع اللي احنا كاتبينها. وده ملخص الايه؟ الزاويه المنتسبه بتاعت ال 180 ناقص سيتا. ولو تفتكر الزاويه المنتسبه قلنا زاويتان، المجموع او الفرق بينهم مضاعفات ال 90. الفكره الثانيه
ليها علاقة بنغير فيها الشكل وإيه ونراعي الربع بتاعها. بمعنى 90 ناقص سيتا الجا تبقى جتا، يا بنشيل الت يا نحط الت. الجا تبقى جتا، الجتا تبقى جا، الظا تبقى زتا، القا قتا، وهكذا. بنغير حروف ونغير إشارات على حسب الربع. يعني أنا هسيب لك دول كده تراجعهم، لكن أديك مثال. لما أقول لك جا 90 ناقص سيتا، قلنا أول ما نشوف ال 90 أو ال 270 هتتشطب، هتروح مطلع جتا سيتا، باقي الإشارة بتاعتها 90 ناقص سيتا رسمتها اللي احنا عملناها كده. دي 90 ناقص سيتا ربع أول، 90 زائد سيتا ربع تاني، 270 ناقص سيتا تالت، 270 زائد سيتا ربع رابع. أول ما تشوف أي حاجة من دول 90 أو 270 هتعمل تغير تاني. مفيش ت هتحط ت، عندك ت هتشيل الت، وبعد كده تحدد الإشارة بتاعتها. 90 ناقص سيتا ربع أول، كل النسب في الربع الأول موجب، يبقى دي هتطلع بالموجب. طب لو كاتب كده ظا 90 زائد سيتا، ظا هتروح ال 90 تتشطب تخليها زتا سيتا، و90 زائد سيتا دي ربع تاني. طب مين موجب في الربع التاني؟ الجا. هل دي جا؟ دي ظا، تطلع سالب زتا، ودي اللي احنا كاتبينه. تمام؟ ده الملخص بتاعهم اللي هي 90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا، الكل موجب، الجا والقطا، 270 ناقص سيتا، ظا زتا، وهكذا، والاشارات بتاعتهم بالايه؟ الملخص بتاعهم. ده اللي خدناه في الترم الاول، وده الكلام ده مهم لان حساب مثلثات تراكمي اللي بتاخده في الترم الاول هتكمل عليه في الترم الثاني، الترم الاول والترم الثاني هتكمل عليهم في ثانيه باذن الله. طيب، اللي علينا حاجه اسمها المتطابقات والمعادلات المثلثيه. لازم نميز ونفرق ما بين كلمه متطابقه وما بين معادله. ايه الفرق بين المتطابقه والمعادله؟ ودي لازم نعرفها. المتطابقه هي طرفين بيساووا بعض ولكن صحيحه لجميع قيم س، المجهول بتاعك المتغير بتاعك. مثال، جتا سالب سيتا هي جتا سيتا. احنا قلنا الجتا بتاكل السالب، جتا سالب سيتا تدي لك جتا سيتا. حط اي سيتا، كل قيم سيتا تحقق المتطابقه دي. حط سيتا ب 30 ب 40 ب 45، اي زاويه هتنفع تحققها، فبالتالي بنسميها متطابقه لانها صحيحه لجميع قيم سيتا. المعادله لا، المعادله هي متساويه صحيحه ولكن مش كل قيم سيتا تحقق. يعني زي دي كده، جتا سيتا زائد بتساوي جا سيتا. ينفع احط هنا 45؟ ينفع 45 و45، جتا 45 1 على جذر 2، جا 45 1 على جذر 2، 45 تحقق. طب تعال نعوض كده ب 30. جتا 30 لا تساوي جا 30. ليه؟ جتا 30 جذر 3 على 2 دي بنص، فدي لا تساوي دي. اذا مش كل القيم بتاعت سيتا حققت، دي قيم معينه. ممكن 225 نشوف هل جاتا 225 تدي سالب 1 على جذر 2، جا 225 تدي سالب 1 على جذر 2. اذا في بعض القيم لسيتا تحقق فدي تسمى معادله. لو كل القيم تحقق هنسميها متطابقه. ده الفرق بين المتطابقه والايه؟ والمعادله. هقول ملحوظه تاني برضو، لو حبيت ارسم كل طرف بيانيا ده هتديك منحنى وده هتديك منحنى، وعشان دي متطابقه هتلقى المنحنيين دول انطبقوا على بعض. يعني منحنى الجتا تلاقيه ماشي كده، جتا سيتا. منحنى جتا سالب سيتا تلاقيه برضه ماشي عليه، هتلقى المنحنيين عملوا انطبقوا على بعض. عشان كده بنسميها متطابقه، كل قيم سيتا تحقق. لكن لو جينا لدي كده، جتا سيتا هتلاقيها ماشيه كده، جا سيتا هتلاقيها ماشيه كده، فهتلقى في نقط تقاطع. نقط تقاطع ده هو الحل اللي احنا خدناه. عشان كده مش كل القيم، لان في نقط ده حل ده حل ده حل، دي الحلول بتاعتي اللي هي طلعت 45 225 سالب 45 وهكذا. تشوف بقى الزوايا اللي بتحقق هي الحل بتاعك اللي هي نقط التقاطع. يبقى الفرق ما بين المتطابقه والمتساويه ان المتطابقه صحيحه لكل قيم المتغير بتاعك سيتا. المعادله مش كل القيم. ده على فكره ممكن ما تلاقيلهاش حل المعادله، ممكن تبقى مجموعه الحل فاضي، ولكن احدى القيم تحقق ولكن ليست كل قيم سيتا. ايه هي المتطابقات؟ هنقسم المتطابقات الى 3 مجموعات. كل مجموعة المقلوبات هي متطابقة. يعني لما اكتب جا سيتا تساوي مين؟ 1 على قطع سيتا، دي متطابقة وليست معادلة، لأن كل قيم سيتا تحقق.
جا 30 1 على قطا 30، جا 10 قطا 1 على 10، أي زاوية تنفع. فكل مقلوبات الدوال المثلثية هي متطابقات. ده أول نوع. وعشان كده خلي بالك ممكن أضرب قطا في جهة تديك 1، جتا سيتا في قوس سيتا 1، ظا سيتا في زتا سيتا تدي لك 1. فدي أول مجموعة من مجموعة المتطابقات. يبقى كل مقلوبات الدوال المثلثية هي متطابقات. المجموعة الثانية مجموعة الظا والزتا. يعني ايه العلاقة اللي تربط ظا بزتا مع الجا والجتا؟ احنا قلنا الظا سيتا بتساوي جا على جتا، وممكن اضيف لها حتة تاني كده خليها معاك، ممكن تبقى قا سيتا على قطا سيتا. ما الجا مقلوبها قطا والجتا تطلع فوق قا، فالظا تبقى جا على جتا او قا على قطا. طب والزتا ممكن تبقى قطا سيتا على قا سيتا، الاتنين زي بعض. فالظا جا على جتا او قا على قطا، الزتا معكوسها جتا سيتا على جا سيتا او قطا سيتا على قا سيتا. والعلاقه اللي تربط ظا بزتا لسه كاتبينها، ان ظا سيتا هتساوي 1 على زتا سيتا، دي معكوس دي برضو مجموعه من المتطابقات، لان دي اي قيم سيتا تحقق، حط اي قيمه لسيتا تحقق. فالمتطابقات دي اللي هي مجموعه الظا والزتا. المجموعه الثالثه ودي المهمه هي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا، ودي بنسميها الزعيم بتاعنا اللي بنطلع منها كل العلاقات الباقيه، وهوريك بنستنتجها ازاي. بس يهمني العلاقه دي. لو تفتكر العلاقه دي اللي لسه جايبينها من دايره الوحده، لما قلنا عندنا دايره وحده كده، وادي الزاويه بتاعتنا سيتا، وادي هنا دي تمثل س، ده ص، وده نصف القطر بواحد، وقلنا ان س تربيع زائد ص تربيع بواحد. وبما ان ده مثلث قائم اتفقنا ان جتا سيتا الزاويه سيتا دي هتساوي س، اللي هي س على 1، وجا سيتا هتساوي ص على 1 ص. يبقى ممكن اشيل السين اكتب مكانها جتا سيتا، يبقى جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي 1. ودي تعتبر متطابقه وليست معادله. ليه؟ كل قيم سيتا تحقق، سيتا هنا سيتا هنا سيتا هنا، ايا كانت الزاويه تحقق كل قيم سيتا، ودي تعتبر المتطابقه الزعيم بتاعنا. المتطابقه دي هطلع منها متطابقتين تاني، وهوريك هنستنتجهم ازاي. خلي بالك معايا كده، انا عندي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بواحد، دي معادله متطابقه تعالى نقسم المتطابقه دي. هقسم كل الاطراف دي على جتا تربيع سيتا، يعني هقسم هنا على جتا تربيع سيتا، هقسم هنا على جتا تربيع سيتا، هنا على جتا تربيع سيتا. تعالى نختصر، جتا تربيع على جتا تربيع يديني 1 زائد جا على جتا ظا، بس دي جا تربيع على جتا تربيع يعني تديني ظا تربيع سيتا. طب 1 على جتا مقلوبها قا، يبقى تديني قا تربيع سيتا، ودي العلاقة رقم 2 اللي احنا استنتجناها. يبقى جا تربيع زائد جتا تربيع سيتا بواحد، واحد زائد ظا تربيع تديني قا تربيع. طب المرة دي أنا قسمت على جتا، طب ما تنقسم على جا، بدل ما هقسم على جتا هقول جا تربيع، هنا آسف، جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بواحد. هنا قسمنا على جتا، لا هنقسم على جا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا. لما اقسم جتا تربيع على جا تربيع، استنى خلي بالك، جتا على جا بزتا، بس هنا تربيع يبقى هتديني زتا تربيع سيتا. جا تربيع على جا تربيع بواحد، واحد على جا هي مقلوبها قطا، يبقى هتديني هنا ايه؟ قطا تربيع سيتا. ودي العلاقة الثانية. يبقى أنا كده عندي 3 علاقات أساسية بنسميها متطابقات أو علاقات. المتطابقة الأولى جتا تربيع زائد جا تربيع بواحد، ودي الأساس بتاعنا. مرة أقسم على جتا تربيع تطلع متطابقة، مرة أقسم على جا تربيع تديني متطابقة تانية. احفظهم بطريقة سهلة. جتا تربيع زائد جا تربيع بواحد، واحد زائد ظا تربيع تديني قا تربيع، هنا مفيش ت وهنا مفيش ت. طب واحد زائد زتا تربيع تديني قا تربيع، ودول ال3 علاقات. ممكن اطلع اشكال مختلفه. يعني ايه؟ يعني جتا تربيع زائد جا تربيع ممكن اخلي اطلع الجا تربيع بره، يعني ممكن اقول يبقى جتا تربيع سيتا هتساوي 1
هتساوي 1 ناقص جا تربيع سيتا. أو ممكن أقول جا تربيع هتساوي 1 ناقص جا تربيع. دي هي دي استنتاج منها. نفس الحكاية ظا تربيع زائد 1 بيساوي ق تربيع. طب ممكن أطلع الواحد بره، يبقى ظا تربيع هتساوي ق تربيع ناقص 1، أو أطلع الظا بره يبقى ق تربيع ناقص ظا تربيع هتساوي 1. يعني حسب ما أنت هتعوز، دول هم زي بعض، ودي علاقات أساسية ولازم تعرفها. يبقى كده احنا ميزنا ما بين المتطابقة وما بين المعادلة. المتطابقة جميع قيم المتغير سيتا يحققها. المعادلة بعض قيم سيتا أو بعض قيم المتغير هو اللي يحققها. وبعرف الكلام ده ازاي بيانيا. المتطابقة لما ارسم الطرف الأيمن والأيسر هتلاقوهم منطبق على بعض. المعادلة هتلقى المنحنيين تقاطعوا في نقط، هي دي مجموعة الحل بتاعتك أو هي القيم اللي تحقق المعادلة. ممكن ما يقاطعوش يبقى مجموعة الحل بتاعتك فاضي. طيب في ملحوظتين هقولهم. الملحوظة الأولى زي ما اتفقنا العلاقات المثلثية بين الدوائر للزوايا المنتسبة. كل الزوايا المنتسبة جا 90 ناقص سيتا جاتا 90 ناقص سيتا، يعني لما اكتب كده جاتا 90 ناقص سيتا هي جا سيتا، دي متطابقة وليست معادلة. ظا 180 ناقص سيتا هتدي لك ظا سيتا بالسالب، هي دي كلها متطابقات اللي احنا كاتبينها. فكل الزوايا المنتسبة هي متطابقات. الملحوظة الثانية يمكن تحديد إذا كانت العلاقة تمثل متطابقة أو معادلة عن طريق التمثيل البياني للمحددين للطرفين، الطرف الأيمن والأيسر. إذا كانت الدالتان متقاطعتان في كل النقط يعني منطبقتين يبقى دي متطابقة. إذا كانت متقاطعتين في بعض النقاط تبقى دي تمثل إيه؟ معادلة، وزي ما رسمنا المرة اللي فاتت. ده الدرس بتاعنا. مشكلتنا في مين؟ مشكلتنا في التمارين. الطالب ما بيعرفش يحل. ليه؟ ما بيعرفش يجيب يعمل ايه؟ يقسم ولا يضرب ولا يربع. الدنيا بتبقى صعبة شوية. فالدرس مش هقول صعب بس أفكاره عالية شوية. فأنت على مهلك واحدة واحدة كده الدنيا هتبقى سهلة. هتحل مرة واتنين، مش من أول مرة هتلقى الدنيا سهلة. أنا بقول لك درس غير الجبر كان سهل مباشر، المصفوفات سهلة. هنا الدرس هتلقى فيه يعني شوية أفكار كتير ومش هيجي من أول مرة في الحل. يلا بينا كده نبدأ نشوف أمثلة. بقول لي ضع كل من المقادير الآتية في أبسط صورة. عايزك تكتب المقادير في أبسط صورة. خلي ورقة معاك اكتب فيها العلاقات، بعد كده أنت مع الحل هتلقى نفسك حفظتها. بقول لي جا تربيع زائد 1 على ق تربيع. طيب ما أنا عندي جا تربيع ده هتنزل زي ما هي. 1 على ق هي مقلوبة جاتا، يبقى دي جا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا. طب ما جا تربيع زائد جاتا تربيع ب1 وكده العلاقة دي هتساوي 1. رقم 2 جا 90 ناقص سيتا، دي بتعمل تغير تاء الزاوية المنتسبة. ال90 تتشال تبقى جاتا سيتا. في قطا تعمل تغير تاء وضروب عوض هتديني ق سيتا. طب ما جاتا مقلوب القطا جاتا سيتا في ق سيتا، يعني كانها جاتا سيتا القاء 1 على جاتا سيتا لما اضربهم في بعض يديني ايه؟ 1. ودي ملحوظه خدناها زي لما اضرب قطا في جا 1 ظا في ظا ب1، اي داله في مقلوبه تديني 1. يبقى العلاقه الاولى 1 والثانيه 1. السؤال اللي بعده ضع المقدار في ابسط صوره. طيب جا سيتا في جاتا سيتا مضروبه في ظا سيتا زائد زاتا سيتا. طب الظا عباره عن ايه؟ هي الظا اصلا مش عارف افك جا والجاتا، لكن الظا هي اللي تتفك. عباره عن جا سيتا على جاتا سيتا زائد الزاتا هي جاتا سيتا على جا سيتا. طالب يسأل يقول لي طب ما ينفعش اخلي الظا 1 على زاتا؟ ينفع بس مش هتوصل لك للحل اللي انت عايزه. انت بتدور على التعويض اللي هيفك لك المساله ويجيب لك المطلوب. هضرب جاتا دي في القوس، مره هضربها هنا ومره هضربها هنا. فلما اضرب جا في جا يديك جا تربيع، وجاتا تروح مع جاتا يتبقى جا تربيع سيتا. تعالى اضرب تاني في جاتا، هضرب الحد جا جاتا في جاتا، فالجاي هتروح مع الجاي يتبقى زائد جاتا تربيع سيتا. طب ما جا تربيع زائد جاتا تربيع بكام؟ ب1، وده الحل بتاعنا. السؤال اللي بعده ضع المقدار في ابسط صوره. جاتا تربيع سيتا مضروبه في ظا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا زائد زاتا تربيع سيتا. مفيش علاقه فيها الكلام ده كله، لكن اللي انا لافت نظري ان جاتا تربيع سيتا
جتا تربيع سيتا ذا تربيع سيتا. طب ما انا ناخد من دول عامل مشترك. خلي بالك كتر الحل مع الخبرة هتبدأ تعرف انت تشتغل ازاي. اجمع، اخد عامل مشترك، افك ايه، اعوض بيه. كتر الحل هتديك الخبرة اللي انت هتعرف تحل بيها. هاخد جتا تربيع عامل مشترك، افتح قوس، هيتبقى ايه؟ ذا تربيع سيتا زائد 1. يبقى دول خدت منهم عامل مشترك. طب والزتا تربيع تنزل زي ما هي زائد زتا تربيع سيتا. طب ما 1 زائد ذا تربيع انا لسه واخدها علاقه، 1 زائد ذا تربيع تديني ق تربيع. يبقى اشيل القوس ده كده واكتب كده جتا تربيع سيتا في ق تربيع سيتا زائد زتا تربيع سيتا. طب ما الجتا والقا معكوس بعض، دي مقلوب دي، فدي هتروح مع دي تديني 1 زائد زتا تربيع سيتا. طب 1 زائد زتا تربيع سيتا علاقه تديني قتا تربيع سيتا. انا قلت لك خلي العلاقات كده في ورقه مكتوبه قدامك علشان ايه؟ تعرف بنشتغل ازاي ونعوض ازاي. بعد كده انت هتلقى دماغك كده اشتغلت لوحديها وحفظت العلاقات وبقيت تعوض مباشره. يبقى هقول تاني، هي الفكره ان انا خدت من دي جتا تربيع عامل مشترك. لما خدت جتا تربيع دي هتتشال، هيتبقى ذا تربيع، دي هتتشال يتبقى مكانها 1 لان كاني قسمت على جتا تربيع. والزتا تربيع دي نزلت زي ما هي. ذا تربيع زائد 1 تديني ق تربيع. ق تربيع في جتا تربيع دول يختصروا يديني 1. زتا نزلت زي ما هي، 1 زائد زتا تربيع تديني ق تربيع سيتا. ودي الإجابة بتاعتنا. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان ذا سيتا زائد زتا سيتا بتساوي ق سيتا في ق سيتا. اثبت طرف بيساوي طرف، يعني انت هتاخد الطرف الايمن تحاول توصله للطرف الايسر. واذا ما طلعش الطرف الايسر في حل او فكره تاني ان انا باخد الطرف الايسر يطلع صوره، اخد الطرف الايمن اختصر يطلع صوره، القى الصورتين زي بعض، اذا الطرفين متساويين. تعال نشوف الحل. اخد كده الطرف الايمن عباره عن ذا سيتا زائد زتا سيتا. لاحظ ان ما فيهاش تربيعات، فدي مش علاقه، لان العلاقات التربيعات هم 3. جا تربيع زائد جتا تربيع بواحد، 1 زائد زتا تربيع بقا تربيع، 1 زائد زتا تربيع بقا تربيع. ما عنديش تربيع. ما قداميش غير ان انا افك الظا بايه؟ جا على جتا. طب وايه اللي خلاني ما خدتش الظا 1 على زتا؟ لان في الطرف الايسر هي قا والقتا، والقا والقتا هم مقلوبات الجا والجتا، فانا عايز في الطرف الايمن يظهر الجا والجتا. عشان كده هفك الظا اخليها جا سيتا على جتا سيتا زائد الزتا هي جتا سيتا على جا سيتا. تعالى نختصر. هختصر ازاي؟ هجمع، وينفع اجمع من غير ما اوحد مقامات؟ لازم اوحد مقامات. طب اوحد مقامات ازاي؟ اضرب المقامين في بعض، يعني جتا سيتا جا سيتا، واعمل مقص جا في جا تدي لك جا تربيع سيتا زائد جتا بجتا جتا تربيع سيتا. يبقى انا وحدت المقامات، ضربت المقامين، بضرب جا في جا وجتا بجتا عشان اطلع البسط. طب ما جا تربيع زائد جتا تربيع دي العلاقه اللي عندي اللي هي بتساوي 1 على جتا سيتا جا سيتا. 1 على جتا هي مقلوب القا سيتا، 1 على جا هي مقلوب القتا سيتا، اذا هتساوي قا سيتا قتا سيتا وهو الطرف الايسر. اذا انا كده حققت او اثبت الطرفين متساويين. يبقى فكره المساله انت حدد هجيب الجا بانهي شكل، او الظا هقعد على انهي شكل، جا على جتا ولا 1 على ظا ولا 1 على ظا، يعني العلاقه اللي هتحل لك المساله بتاعتك. السؤال اللي بعده بيقول اثبت ان جا سيتا زائد جتا سيتا زتا سيتا بتساوي قتا سيتا. لاحظ برضو انا ما عنديش تربيعات خالص، فهاخد الطرف الايمن يساوي جا سيتا زائد جتا سيتا تنزل زي ما هي. الزتا هي عباره عن ايه؟ جتا على جا، يعني هضرب في جتا سيتا على جا سيتا. يعني معنى كده ان الطرف ده هيساوي جا سيتا زائد جتا بجتا جتا تربيع سيتا على جا سيتا. طب ما الجا الاولانيه دي مقامها ايه؟ مقامها 1. طب انا عايز اجمع دول، نوحد مقامات. نوحد مقامات ازاي؟ اضرب المقامين في بعض، 1 في جا بجا سيتا اعمل مقص،
جا في جا تدي لك جا تربيع سيتا زائد 1 في جاتا تربيع يديني جاتا تربيع سيتا. طب ما جا تربيع زائد جاتا تربيع بواحد، يعني الكلام ده 1 على جا سيتا، 1 على جا سيتا اللي هي قطا سيتا، وهو المطلوب إثباته. كده أنا أثبتت الطرفان متساويان. السؤال اللي بعده، اثبت إن جاتا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا بتساوي 1 ناقص 2 جا تربيع سيتا. طب لو أنت ركزت كده وبصيت في الطرف الأيسر ما عنديش جاتا ولا جاتا تربيع، يعني أنا عايز آخد الطرف الأيمن ده أتخلص من جاتا. طب أتخلص من جاتا إزاي؟ ما أنا عندي علاقة إن جا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا بواحد. هنعوض عن الجاتا، يعني هرمي الجا تربيع بره، يبقى جاتا تربيع سيتا هي عبارة عن 1 ناقص جا تربيع سيتا. هاخد الجاتا تربيع دي واروح معوض بيها هنا. يبقى نقول كده الطرف الأيمن هتساوي جاتا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا. هنشيل الجاتا دي ونعوض بيها اللي هي عبارة عن 1 ناقص جا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا. يبقى الجاتا الأولى دي جاتا تربيع شلنا حطينا مكانها 1 ناقص جا تربيع وكملت المسألة نسبة. يعني الكلام ده هيساوي 1 ناقص جا تربيع وجا تربيع يبقى 2 جا تربيع سيتا. هتلقى هو الطرف الأيسر وهو المطلوب إثباته. يبقى العلاقة أنا خدتها بس ما خدتهاش بالصورة اللي أنا عارفها، لا أنا عوضت عن الجاتا تربيع اللي هي 1 ناقص جا تربيع سيتا. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان جا سيتا زائد جاتا سيتا الكل تربيع ناقص 2 جا سيتا جاتا سيتا بتساوي 1. طيب جا سيتا زائد جاتا سيتا ملهاش علاقة عندي، العلاقة اللي عندي التربيع، جا تربيع زائد جاتا تربيع. طب نعمل ايه للقوس؟ نفك القوس، يعني الأيمن هتساوي فك القوس ده مربع الأول جا تربيع سيتا زائد مربع الثاني جاتا تربيع سيتا. ما تنساش بقى زائد الأول في الثاني في 2 بالإشارة اللي بينهم. الإشارة اللي بينهم زائد هتنزل جا في جاتا في 2 تديني 2 جا سيتا جاتا سيتا. خلي بالك ده فك القوس ناقص كمالة الطرف 2 جا سيتا جاتا سيتا. طب ما 2 جا سيتا جاتا سيتا موجب هتروح مع سالب 2 جا سيتا جاتا سيتا، هيتبقى عندك ايه؟ جا تربيع زائد جاتا تربيع. طب ما دي قيمتها بواحد يبقى الطرف ده هيساوي 1 وهو المطلوب اثباته. كده اثبتت له ان الطرفين متساويان. السؤال اللي بعده اثبت 1 زائد زتا تربيع 270 ناقص سيتا على 1 زائد زا تربيع 90 ناقص سيتا بتساوي زا تربيع سيتا. أنا عايزك تتخلص من الزوايا المنتسبة. أنا عندي 1 زائد زتا تربيع سيتا 270 ناقص سيتا. 270 ناقص سيتا دي في الربع التالي والزا والزتا موجب، فهتشيل ال 270 بس بدل زتا هتبقى ايه؟ زا تربيع سيتا على 1 زائد زا ال 90 دي برضه هتتشال، هتديني 1 زائد بدل زا هتبقى ايه؟ زتا تربيع سيتا. ليه؟ لأن دي زوايا منتسبة وفي الربع اللي فيه 90 ناقص سيتا أو 270 بنعمل تغير تاء، فالزا تبقى زتا أو الزتا تبقى زا. طبعا دي ربع أول هتبقى بموجب 1 زائد زا تربيع ده علاقة تديني قا تربيع سيتا. 1 زائد زتا تربيع هتديني قتا تربيع سيتا. وأنا أعطيتك ملحوظة إن قا على قتا تديني زا، فقا تربيع على قتا تربيع هتديني زا تربيع سيتا. كده اثبتت ان الطرفين متساويين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اي العلاقات الاتيه تمثل متطابقه؟ مدينا 4 علاقات، بيقول لي مين تمثل متطابقه. اولا الاولى دي جاتا سيتا جا سيتا على 2 دي معادله. ليه؟ ما فيش غير قيمه واحده او عده قيم هي اللي تحقق جذر 3 على 2. جاتا 30 جذر 3 على 2. جاتا كام؟ 300 ولا 320 ولا 300 وكام؟ جاتا 330 اللي هي في الربع الرابع. هتلقى في زوايا المكافأة ليها، فهي دي معادلة مش تنفع. طب رقم 2 جا سيتا بيساوي جاتا سيتا، احنا لسه واخدينها في المثال. جا سيتا جاتا سيتا دي تعتبر معادلة لأن مش كل قيم سيتا اللي تحقق. ده أنا ممكن أقسم المعادلة دي على جا تبقى 1
هتساوي ظا سيتا. ايه الزاوية اللي تديك 1؟ 45 225 والزاوية المكافئة ليه، فبالتالي دي تعتبر معادلة. طيب ده باي ناقص سيتا اللي هي 180 ناقص سيتا، فال 180 دي في الربع الثاني فتديني مين هنا؟ جا سيتا هتساوي جا سيتا، ودي زوايا منتسبة اللي احنا قلناها، وقلنا كل الزوايا المنتسبة هي ايه؟ دي متطابقة. طب ده 2 باي ناقص سيتا، اولا 2 باي هتتشال يعني 360 هتطلع سالب جا سيتا هتساوي سالب نص، السالب هيروح مع السالب يعني جا سيتا بنص، ودي معادله جا 30 بنص جا 150 بنص. مش كل القيم ينفع احط 60؟ لا طبعا. فبالتالي المتطابقه هي رقم ج، وده الحل بتاعك اللي هي الزوايا المنتسبه. سؤال تاني برضو كده بيقول لك اي العلاقات التي تمثل معادله، هنا بقى عايز اللي تمثل معادله. اولا جاتا سيتا وسالب وجاتا سالب سيتا دي متطابقه. ظا 3 باي على 2 زائد سيتا بتساوي زتا، دي زاويه منتسبه دي متطابقه. جاتا 3 باي على 2 ناقص سيتا بتساوي اللي هي تعتبر 270 ناقص سيتا، دي برضو متطابقه. لكن الاخيره زتا سيتا بتساوي سالب زا 30. طبعا مش كل القيم اللي اتحققت، لان زا 30 دي كانها زتا سيتا، زا 30 اللي هي 1 على جذر 3 بالسالب. ايه القيمه اللي تخلي دي 1 على جذر 3 بالسالب؟ مش كل القيم، بعض القيم بتاعت سيتا. اذا الاخيره دي ايه؟ دي معادله، وده الحل بتاعك. وعايز مين القيم اللي تمثل معادله هنا. السؤال اللي بعده بيقول لي عايزك تختار الاجابه الصحيحه. هي مساله زي اللي احنا كنا بنحلها، بس عايز تعرف ان هي اجابه صح. جاتا سيتا زائد 1 على ق سيتا ناقص جاتا تربيع سيتا. طبعا لازم اتخلص من الكسر ده، فجاتا س زائد 1 على ق س ناقص جاتا تربيع س. هي القا مقلوب مين؟ مقلوب الجاتا، يعني ممكن اشيل القا دي واطلعها فوق تبقى جاتا س مضروبه جاتا س زائد 1 ناقص الجاتا س. فهمت احنا عملنا ايه؟ القا دي مقلوب الجاتا، اروح مطلعها في البسط تبقى جاتا س. هضرب جاتا في جاتا تديني جاتا تربيع س، جاتا في 1 تديني جاتا س ناقص جاتا تربيع س، جاتا تربيع تروح مع جاتا تربيع تديني جاتا س، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. الحل مش صعب، سهل، بس هي الفكرة انت في الأول هتلقى الدنيا صعبة على ما تقعد تفكر هعمل دي ولا حل دي، أعوض عن دي ولا شيل دي، سنة بسنة كده مع كتر الحل. بس اللي احنا هنحلها حلها تاني وامسكها كده حل مرة واتنين وشوف كده الدنيا ماشية ازاي عشان دماغك تشتغل تعرف تعوض بيه وتنزل بيه. دي بتيجي مع كتر الحل، بالخبرة في الحل، مع ممارسة الحل الكتيرة تبدأ الدنيا تبقى سهلة. السؤال اللي بعده 1 ناقص ظا س على 1 ناقص زتا س بتساوي نقط. عايز اعرف ان اختيار الصحيح بتاعها. طيب 1 ناقص ظا س على 1 ناقص زتا س. مفيش علاقة فيها ظا بس ولا الزتا من غير تربيع. العلاقات اللي عندي 1 زائد ظا تربيع، لكن دي ناقص اصلا ومفيش تربيع. فانا عايز اتخلص من حتة الظا او الواحد اللي عندي دوت، عشان انا عندي الاختيارات كلها يا ظا يا زتا، فما فيش الواحد. طيب هنعمل ايه عشان نتخلص او نختصر الكلام ده كله؟ شوف هنعمل كذا طريقة من الحل، بس هناخد ابسط طريقة. هي الظا عبارة عن جا على جتا والزتا جتا على جا، فانا عندي المقام بتاع دي جتا ومقام الزتا هنا جا، فانا هضرب البسط، هاخد كده هضرب فوق في جا س جتا س وتحت جا س جتا س. زي ما هضرب البسط هضرب المقام. الواحد هينزل زي ما هو ناقص الظا عبارة عن جا س على جتا س على 1 الزتا عبارة عن جتا س على جا س. الكلام ده زي ما اتفقنا هضرب بسط جا س جتا س والمقام جا س جتا س. تعال هضرب جتا هضربها في الواحد هتديني جا س جتا س، وهضرب هنا هيتبقى ناقص الجتا هتروح مع الجا هيتبقى ايه؟ جا تربيع س على تحت هضرب جا في جتا في 1 هتديني جا س
جتا س هفتح قوس آسف ناقص جتا في جتا هتدي لك ناقص جتا تربيع س لأن الجا دي هتروح مع الجا. هنا جا تربيع وجا خد جا عامل مشترك هيتبقى جتا س ناقص جا س. تحت خد جتا س عامل مشترك هيتبقى جا س ناقص جتا س. تمام. اولا جا على جتا هتدي لك ظا س، بس جتا س ناقص جا س ودي جا س ناقص جتا س، فالقوس ده هيروح مع القوس ده بس هيتبقى سالب واحد، يبقى كانها مضروبه في سالب واحد، يعني ده هتديني سالب ظا س، ودي الاجابه الصحيحه بتاعتك هتديك سالب ظا س. في كذا طريقه تاني، ممكن اشيل الواحد واكتب جا على جت على جا، والواحد هنا جا على جا س وواحد مقامات. في كذا طريقه الحل، الطريقه اللي تعجبك حل بيها. ممكن اوحد مقامات وما اضربش في جا س جتا س وهتطلع برضه نفس الناتج. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد قيمه المقدار ق ناقص جتا لكل تربيع ق س ناقص جا س لكل تربيع ناقص، خلي بالك من الناقص ده عشان هتتضرب في القوس كله بعد ما تفكه، ظا س ناقص ظا س لكل تربيع. هناخد كل قوس من دول ونفك. مربع الاول تديني ق تربيع س، مربع الثاني زائد جتا تربيع س مربع، بتشيل السالب. بعد كده الشرط الاوسط دي هتنزل، او موجب في سالب هيدي لك سالب، هضرب ق في جتا في 2 يبقى 2 ق جتا بواحد لان القاء مقلوب الجتا، فبالتالي ده هتدي لك 2 زائد فك القوس ده مربع الاول ق تربيع س زائد مربع الثاني ج تربيع س، الشرط اللي في النص هتنزل، الاول في الثاني في 2 يبقى 2 ق س في ج مع القطا مقلوب الج هتديني 1 ناقص. وخلي بالك لما القى ناقص ومقدار تربيع افكه داخل قوس، يبقى هقول ناقص وافتح قوس ظا تربيع س زائد هربع دي تديني موجب برضه ظا تربيع س، السالب اللي هي موجب في سالب هتنزل 2 ظا في ظا بواحد واقفل القوس. خلي بالك من الحته المهمه، اي مقدار هتفكه جاب لي سالب لازم اعمله في قوس. طيب ق تربيع س زائد جتا تربيع س ناقص 2 زائد ق تربيع س زائد ج تربيع س ناقص 2 اضرب دي في سالب يبقى سالب ظا تربيع س زائد هتبقى ناقص ظا تربيع س زائد 2 هتساوي. بعد كده نختصر. طب ما انا عندي جتا تربيع زائد جا تربيع بواحد، بعد كده هيتبقى عندك ايه؟ ق تربيع ناقص ظا تربيع. ما انا عندي علاقه ان 1 زائد ظا تربيع س بق تربيع س، لما اطلع الظا بره يبقى ق تربيع ناقص ظا تربيع تديني ايه؟ 1. يعني معنى كده ق تربيع ناقص ظا تربيع هتديني زائد 1. بعد كده يتبقى ق تربيع ناقص ظا تربيع برضه هتديني 1. دي العلاقات بتاعتي. بعد كده يتبقى ايه؟ سالب 2 سالب 2 اللي هي ديت، وسالب 2 دي زائد 2. هنختصر. سالب 2 هتروح مع 2 هتبقى 1 زائد 1 زائد 1 3 ناقص 2 هتديني 1، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتي. فكيت وعلاقاته عوضت بيها والمسألة. بس خلي بالك زي ما قلت لك القوس لو انت ما خدتش بالك من السالب ده هتطلع نواتج غلط. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت ق تربيع س بتساوي 25 على 9 اوجد ظا تربيع س. طب لازم يكون في علاقة تربط الق تربيع بالظا تربيع. العلاقة اللي تربطهم ببعض إن 1 زائد ظا تربيع س تديني ق تربيع س. عوض وهات المطلوب. الواحد ده هينزل زائد ظا تربيع ده هو طالبها مني بتساوي ق تربيع اللي هي 25 على 9. بقيت معادلة. ارمي الواحد ده كده بره، يبقى معنى كده ان ظا تربيع س هتساوي 25 على 9 ناقص 1.
واحد ده ممكن نشيلها اللي هي 9 على 9 مقام موحد، يبقى هتساوي 9 من 25 تدي لك 16 على 9، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. يبقى هي الفكرة إن أنا علاقات عارفها وببدأ أشغل دماغي كده عشان أعرف أجيب المطلوب اللي هو طلبه. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان الظا تربيع سيتا نفس الفكرة 15، اوجد ق تربيع. طب إيه العلاقة اللي تربط ق تربيع بظا تربيع؟ إن ق تربيع سيتا هتساوي 1 زائد ظا تربيع سيتا. طب ما الظا تربيع ب 15 يعني 1 زائد 15، إذا القا تربيع سيتا تساوي 16، وادي إجابتك. طبعا لو طالب ق تربيع متجذرة. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان الزتا سيتا بتلت اوجد قطا تربيع سيتا. هي نفس الفكرة، ما قطا تربيع سيتا بتساوي 1 زائد الزتا تربيع سيتا. الواحد هينزل، الزتا هو مديها لك بتلت هربحها تبقى 1 على 9. يعني الواحد ده 9 على 9 زائد 1 على 9 هتدي لك 10 على 9، أو اجمع دي بلا تدي لك 10 على 9. إذا قطا تربيع سيتا هتساوي كام؟ 10 على 9، ودي الإجابة بتاعتي. السؤال اللي بعده مديني جا سيتا زائد قطا سيتا ب5، عايز جا تربيع زائد قطا تربيع. هتقول لي ده انا ما عنديش علاقه بين الجا تربيع والقطا، هي العلاقه بين جا تربيع وجاتا تربيع بواحد. القطا تربيع مع الزتا تربيع، ما فيش الجا تربيع مع القطا تربيع، ولا جا سيتا مع قطا سيتا فيهم علاقه. بس هو عايز حاجه، عايز ده تربيع زائد ده تربيع. خلاص خد الطرف ده او المعادله اللي مديها لك دي وربحها. يعني هتاخد جا سيتا زائد قطا سيتا في قوس هتساوي 5 في قوس. ربع الطرف ده وربع الطرف، ربع الطرفين بتوع المعادله. مربع القوس ده يدي لك ايه؟ مربع الاول جا تربيع سيتا زائد مربع الثاني قطا تربيع سيتا. الاول في الثاني باشارتهم في 2، دي موجب في موجب بموجب عندك 2 جا سيتا في قطا سيتا. حاسب ما الجا في القطا دول مقلوبين بعض، يعني الجا في قطا تديني 1، اذا دي كانها 1 بتساوي مربع دي 25. طب ما هو عايز المقدار ده، طلع الاثنين دي بره، يبقى جا تربيع سيتا زائد قطا تربيع سيتا هتساوي 25 ناقص 2 هتديني 23، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتي. يبقى الفكرة أنا خدت المقدار ربحته أعطاني اللي أنا عايزه. سؤال تاني يقول عايز 1 ناقص 1 على ق تربيع 37. على فكرة ممكن تعملها بلا بس هتطلع رقم وتقعد تجرب إني واحدة من دول، لكن أنا هعمل من غير الآلة. هنزل 1 ناقص 1 على ق تربيع تديني جتا تربيع 37. طب ما 1 ناقص جتا تربيع تديك ايه؟ جتا تربيع ايا كانت الزاويه لان دي متطابقه، يعني الكلام ده هيساوي جا تربيع 37، ودي الاجابه بتاعتي. السؤال اللي بعده جا تربيع 180 ناقص سيتا زائد جا تربيع 270 ناقص سيتا. اولا لازم نتخلص من ال 180 و 270 ودي زوايا منتسبه. ال 180 دي ما بتعملش غير تغير في الاشارات فقط، فهتنزل جا تربيع سيتا ودي في الربع الثاني والجا موجب، كده كده اصلا هتربحها. زائد الجا 270 ناقص سيتا دي في الربع الثالث بس بتعمل تغير تاني، يعني 270 دي تتشال هتديني جتا سيتا، بس عشان دي في الربع الثالث هتديني سالب بس عشان التربيع هتشيلها، فدي كأنها جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا هتديني كام؟ 1. بخلي بالك هي بتعمل تغير تاني، ففعلا الجا هتبقى جتا، وعشان دي في الربع الثالث الجا سالبه فالمفروض هتطلع بسالب جتا، بس انا ربحتها فالتربيع شال الايه؟ شال السالب، بقت جا تربيع زائد جتا تربيع هتديني 1، ودي الاجابه بتاعتي. السؤال اللي بعده 1 زائد زتا سيتا لكل تربيع ناقص 2 زتا سيتا هتساوي نقط. طيب ما انا المشكله عندي في القوس ده، القوس ده هنفكه، ده مربع، هربع الاول 1 زائد مربع الثاني زتا تربيع سيتا، الاول في الثاني باشارتهم موجب في موجب بموجب
1 في زتا في 2 تديني 2 زتا سيتا ناقص 2 زتا سيتا. يبقى القوس ده اتفك 1 مربع الأول مربع الثاني، الأول في الثاني في 2 ناقص 2 زتا سيتا. ف2 زتا سيتا تروح مع سالب 2 زتا سيتا. ايه اللي هيتبقى؟ 1 زائد زتا تربيع. طب ما 1 زائد زتا تربيع تديني ايه؟ تديني قطا تربيع سيتا اللي هي العلاقات بتاعة التربيع. السؤال اللي بعده 1 زائد زتا تربيع سيتا بس مضروبة بجا تربيع. طب ما 1 زائد زتا تربيع تديني ايه؟ قا تربيع ولا قطا؟ لا، اللي فيها ت تديني ت، يبقى تديني قطا تربيع سيتا في جا تربيع سيتا. طب ما القطا والجا مقلوبات بعض، فبالتالي القطا في الجا تديني 1 بس دي تربيع، يعني 1 تربيع هتديني 1، فالإجابة بتاعتك هتديني 1. السؤال اللي بعده جا سيتا جتا سيتا ظا سيتا، عايزها في أبسط صورة. طبعا الجا والجتا ما فيهاش حاجة، لكن هي الظا اللي ممكن أفك الظا وأعوض عنها. جا سيتا جتا سيتا، الظا اللي هيخليها جا سيتا على جتا سيتا، فجتا سيتا هتروح مع جتا سيتا هتديني جا تربيع سيتا. إذا الاختصار ده هتديني إيه؟ جا تربيع سيتا، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. السؤال اللي بعده جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد ظا تربيع سيتا، عايز أبسط صورة. بس أنا عندي العلاقة دي جا تربيع زائد جتا تربيع دي بواحد، يعني هشيل دي كده أحط 1 زائد ظا تربيع سيتا. 1 زائد ظا تربيع اللي هي إيه؟ قا تربيع، يعني الكلام ده هيساوي قا تربيع سيتا. فين الإجابة؟ اللي هي 1 زائد ظا تربيع تديني قا تربيع سيتا. السؤال اللي بعده اوجد قيمة المقدار زتا تربيع سيتا في جا تربيع بيتا، رمز بيتا دي زاوية زي السيتا، زتا تربيع سيتا جتا تربيع بيتا زائد 1 بيساوي نقط. عايز أعرف الإجابة بتاعتك. طبعا خلي بالك البيتا زاوية والسيتا زاوية، فما أقدرش أعمل غير لازم يكونوا زاوية واحدة، يعني العلاقة أو المتطابقات اللي خدناها الزاوية واحدة. يعني بقول جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا، ما ينفعش أقول جا تربيع س جتا تربيع ص مجموعهم بواحد، دي زاوية ودي زاوية، فما فيش علاقة، لازم تكونوا نفس الزاوية. فأنا عشان أتخلص من الكلام ده كله مفيش علاقة تربطهم ببعض غير إن أنا عندي زتا تربيع سيتا دي هي زتا تربيع سيتا دي، أروح واخد زتا تربيع سيتا عامل مشترك، يبقى ناخد كده زتا تربيع سيتا عامل مشترك. خدت دي هيتبقى جا تربيع بس الزاوية بتاعتك بي، خدت زتا تربيع يتبقى جتا تربيع بيتا زائد 1. طب ما أنا عندي جا تربيع أيا كانت الزاوية زائد جتا تربيع لنفس الزاوية، يعني جا تربيع بيتا زائد جتا تربيع بيتا بواحد، يبقى قيمة القوس ده بواحد في زتا تربيع هيديني زتا تربيع سيتا زائد 1. طب ما زتا تربيع زائد 1 تديني ايه؟ قطا تربيع سيتا، ودي الإجابة بتاعتك اللي هي قطا تربيع سيتا. خلي بالك وملخبطك مديها لك قطا تربيع بيتا، لكن أنا عشان السيتا هتطلع زي ما هي سيتا. السؤال اللي بعده 2 جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد 1 على قا تربيع سيتا. مسألة سهلة ولكن هي الفكرة كلها في الاتنين. دول هعمل ايه في الاتنين؟ بص، لما اقول لك 2 س فك هي عبارة عن س زائد س ببساطة، فلما ادي لك دي كده واقول لك فك دي معناها ايه؟ معناها سيادتك 2 جا تربيع سيتا عبارة عن جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد 1 على قا تربيع اللي هي مقلوب مين القا؟ جتا، يبقى زائد جتا تربيع سيتا. طيب جا تربيع زائد جتا تربيع دي بواحد، وجا تربيع دي زائد جتا تربيع دي بواحد، 1 زائد 1 يبقى الكلام ده هيساوي كام؟ 2. في ناس ثانيه يقول لك مش هفك دي هسيب دي زي ما هي، ماشي. 2 جا ده حل اخر او طريقه اخرى للحل. 2 جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا زائد 1 على قا تربيع جتا تربيع سيتا، صح؟ جتا تربيع وجتا تربيع يبقى 2 جا تربيع سيتا زائد 2 جتا تربيع سيتا، اخد 2 عامل مشترك يتبقى ايه؟ جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا. طب جا تربيع زائد جا تربيع بواحد، يعني دي 2 في 1 هتديك كام؟
حليت بدي حليت بدي، الاتنين صح، والناتج اللي هيطلع عندك بتساوي 2. آخر سؤال، 1 ناقص جتا سيتا في 1 زائد جتا سيتا في 1 زائد زتا تربيع سيتا بتساوي نقط. طيب أولا القوسين دول تفتكر دول مالهم؟ اسمهم قوسين مترافقان. الحد الأول هو الحد الثاني بالظبط، بس مرة موجب مرة سالب. حاصل ضرب القوسين المترافقان يدي لك الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني ناقص جتا تربيع سيتا. خلي بالك دول مع بعض في قوس. ناتج ضرب القوسين دول هيديني مقدار اضربه في قوس برضه، مضروبه في مين؟ في 1 زائد زتا تربيع سيتا. تعالى بقى، دي علاقات انت خدتها. 1 ناقص جتا تربيع تديك جتا تربيع. ليه؟ لان انت عندك جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا ب1. فلو انا عايز اطلع الجتا بره، يعني 1 ناقص جتا تربيع سيتا تديك جتا تربيع سيتا. فهنشيل دي كده ونكتب مكانها جا تربيع سيتا في. طب 1 زائد زتا تربيع، دي علاقة تديني قطا تربيع سيتا. طب ما الجا مقلوبها قطا، فالجا في قطا هتديني ايه؟ تديني 1، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك، هتديني 1. كده نكون خلصنا الجزء الشرح. طبعا في أفكار تاني في التمارين وأفكار مختلفة. احنا قلنا دي المحاضرة الثالثة متقسمة إلى الجزء الأول الشرح اللي احنا خدناه، الجزء الثاني اللي هنبدأ فيه اللي هو التمارين. هناخد تمارين على الكلام ده كله، أفكار مختلفة بتمارين مختلفة هنحل عليها مرة واتنين عشان تبدأ تعرف. والجزء الثالث هيبقى العلاقات والحاجات دي كلها نازله لك كده PDF، وبعد كده هتاخد الامتحان اللي احنا بناخده في كل محاضرة زي ما اتفقنا. ربنا كده معاك ويوفقكم على مهلك في الدرس، ما تزهقش قوي كده منه، بالراحة سنة بسنة كده هتلقى الدنيا بقت سهلة. هتحل مرة واثنين وثلاثة، وهتلقى الدنيا في الأول كده متعبة شوية، بس بعد كده هتلقى الحل بيجي سهل مع تكرار الحل. احفظ العلاقات كويس، ركز كويس. برضه هي مش حفظ علاقات وخلاص، مش ان انا حفظت العلاقات يبقى انا هحل، لا، ده انا بحفظ علاقات مع أفكار مسائل، مع خبرة في الحل، مع تكرار حل، هتبقى الدنيا أحسن بإذن الله. ربنا معاكم بالتوفيق إن شاء الله.